لو سألتني ايه الفرق ما بين 4 حيطان البيت و4 حيطان السجن، هقولك هو الأمان. شعور بيغير مفهومنا عن البيت من شوية حجارة لكتلة دفا، من معنى مادي بحت لمعنى لا يمكن تفهمه إلا لو سمعت لصوت قلبك. والواحد مننا بيعيش عمره يدور على السعادة، لكن أول ما تسأله ايه يسعدك يقولك أبقى مطمن، وبيفهم متأخر إنه جري في اتجاه غلط وهو مش داري. لكن اللي فاهم المعادلة صح هو اللي بيطارد الأمان في كل تفصيلة حواليه. في اللي بيلاقي الأمان في الصحبة فتتحول كل نواصي الشارع لبيوت، واللي بيلاقي الأمان في تعسيلة في المواصلات، واللي بيلاقيه في ونس روحه، واللي بيلاقيه في جملة هستناك لو بعد 100 سنة، واللي يلاقيه في حضن أمه وضحكة أبوه، واللي يلاقيه في بيت بابه ما فيهوش ولا ترباس لكنه متحوط بجيش من المحبة. الأكيد أن الأمان شعور ملوش ملكة ولا ضمانات، شعور ما تقدرش تملكه بحق إلا لو كنت مؤدب في طلبك، وإلا هيهرب منك ومش هتعرف تمسكه تاني. وعشان كده مطرح ما تلاقي الأمان ابني بيت واسكن فيه.